للناس اللي بتحب تجرب الأكل، النهاردة جايب لكم 5 حاجات مش تاكلهم غير في بورسعيد. ركز معايا بقى عشان ممكن تكون الأسامي غريبة عليك. أول حاجتين بنجيبهم من المخبز. أول واحدة هي المانجاونا، ودي عبارة عن مخبوزات كده إيطالية على شكل قوقعة، بتتعمل في شم النسيم، ولكن هتلاقيها موجودة في المخبز أحيانا، ودي ممكن ناكلها على الفطار أو العشاء. تاني حاجة من المخبز برضو وهي القرصة، ودي على شكل مربعات وبيبقى فيها سمسم، وبتتاكل برضو فطار وعشاء. تالت وأحلى حاجة وهي الحلاوة السوداء. الناس بتقول إنها شبه المفتقة، بس لا مش هي. دي بتبقى قوامها متماسك كده وفوقيها مكسرات وجوز وليلة كبيرة أوي، وبتتعمل سندوتشات وبتتاكل برضه في الفطار والعشاء. رابع حاجة والغنية عن التعريف وهي الكاساتا. أشهر مكان بيعملها هو سلسبيلة، وفي فرع جديد فتح قريب من حديقة فريال عنده قعدات جميلة. بالليل بقى تطلع على بورفؤاد وتجرب حاجة اسمها تمرية وسمنية وزلابية. تجيبهم منين؟ أول ما تنزل بورفؤاد الجامعة أهو، هو هناك